ولهذا كنشكر اللاعبين على العقليه ديالهم، ان اللاعبين الحمد لله اللي ناضجين، اللي عارفين المسؤوليه اللي منقات على العاتق ديالهم. مقابله ما كانتش سهله بتاتا ضد فريق اللي من خلال الاناليز اللي درنا له بين على ان عنده لاعبين يمكن مغمورين، ولكن عندهم امكانيات كبيره خصوصا في الاطراف وكذلك في وسط الميدان، واللاعب رقم 17 كذلك. وعندهم واحد لو سيركوي اللي يمكن له الا سمحنا لهم باش يلعبوا يمكن لهم يوليو خطيرين بزاف. واللي كيأكد هذا الكلام هو النتائج ديال البارح، الهزيمه ديال المنتخب التونسي، الهزيمه ديال المنتخب القطري. كنظن اننا حنا مره واحده اخرى مشكورين اللاعبين على العقليه ديالهم. تعاملنا بواقعيه في الشوط الاول بجديه رغم الصعاب اللي كانت قبل المقابله. مي الشوط الثاني يمكن الطريقه ولا السيناريو اللي مشى به المقابله ومشى به الفريق الخصم ان دار 4 في الهجوم، يعني بغى يرجع الكل في المقابله، جعلتنا حنا نديرو اختيار اخر اللي خلينا اننا نشدوهم في المرتدات. نظن اننا نجحنا الا اننا ما سجلناش، لان جاونا في هذا لو سيناريو 3 ديال الامكانيات في المرتدات باش كان يمكننا نسجلوا اهداف، اضافه لضربه جزاء اللي كنظن من المنظور ديالي انها تحيدت لنا واللي ضربه جزاء 100%. فمره واحده اخرى سعيد ب3 نقاط في اول مقابله، والان غادي تسمح لنا باش اننا نجهزوا راسنا بطريقه افضل، بحكم ان هذه المقابله كذلك كان علينا اننا نديروا اون جيستيون ديال لي جوور على حساب كل واحد فوقاش التحق. الخوف من الاعطاء، بزاف ديال الاشياء والصعاب اللي واجهتنا، كنظن ان ان شاء الله في المقابلات الجايه غادي تسمح لنا باش نديروا استعدادات افضل ان شاء الله الرحمن الرحيم للمقابلات القادمه. شكرا. اولا كنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم. مباراه كما قال السي طارق انها ما كانتش مباراه سهله، خصوصا في البطوله العربيه. ما كتعرفش ان هناك منتخب سهل. بطوله عربيه قويه. كان الاهم لينا في هذه المباراه هذه هو اننا نحصلوا على 3 نقاط اللي هي كانت المبتغى الوحيد ديالنا، اللي تخلينا اننا نلعبوا المباريات الجايه بواحد الثقه. الحمد لله اللاعبين يعني الدولة عليهم وكسبنا 3 نقاط. كنبغي نشكر الجمهور اللي كان حاضر وكان ساندنا في هذه المباراة. كل لاعبين يعني مشكورين. الجائزة ديال أفضل لاعب بالنسبة لي هذه جائزة ديال الفريق ككل، ما عندناش لاعب واحد، احنا مجموعة هنا جينا باش اننا نرفعوا الراية، واننا اللي دخل فينا كيأدي الواجب ديالو، واللي جالس كيشجع لنا على قلب واحد. وان شاء الله اننا ننساو هذه المباراه هذه ونفكروا في المباريات اللي جايه. ما كنظنش بان كان تراخي، بكل صراحه كانش تراخي، من بعض المرات فوق طاقتك لا تلام. اولا كاين واحد رد فعل اللي ضروري ان يديروا الفريق الخصم، كيجعل ان لو سيناريو كيمشي في اتجاه اخر. يمكن الحافز ديال الفريق الخصم هذا يعني طبيعي. لانترانسيك ديال داك اللاعب اللي منهزم ب3-0 كيخصو يدير واحد ردة فعل. كذلك لو سيناريو كيف ما ذكرت من قبل ديال المقابله جعلني انني ناخذوا ونخليو لهم داك الطريقه كيفاش بغاو، هما بغاو يرجعوا في المقابله 100%. الحاجه الوحيده اللي ما عجبنيش هو اننا كان يمكننا نتفاداو داك الهدف، ولكن حنا الخطه ديالنا هو اننا نخليوهم بالطريقه اللي بغاو هما، باش انهم يديروا الكل وداروا لاعب اضافي في الهجوم، ولاو كنلعبوا ان كونتر ان ديرير. ما بغيتش ندخل النوتر ديفونسور باش تبقى لا كوفرتور، بغينا نبقاو حنا ان كونتر ان باش نستدرجوهم باش ناخذوهم في لي كونتر. كنظن اننا لهذا قلت فاننا نجحنا تقريبا في هذا لو سيناريو ديالنا حنا كذلك، لاننا جاونا مرتدات اللي كان بامكاننا نسجلوهم. نظن الا نتذكر كانت الكره ديال البركاوي كانوا كرات كثار. كانت كره ديال زحزوح، ضربه جزاء اللي ما تعطاتناش. كان يمكننا اننا المقابله تخلص ب5-1 او ب4-1، وكان يكون احساس اخر. كاين كذلك العامل ديال العياء. بالنسبه نعطيك ليكزومبل بالنسبه للاعبين ديال لي فار، كنظن بان لا قبل المقابله الحجم المقابله اللي لعبوا ولا هذا داك
لا فاتيغ ولا داك الانرجي اللي بذلوه اللاعبين باش يجهزوا راسهم في داك المقابله، لا قبل المقابله من داك الحجم ولا بعد المقابله، زيد عليها السفر، راه كتجعل الانسان انك يجي خصو عاوتاني كذلك 3 ايام ويدير مقابله ماشي من سهل. لاعبين اللي لعبوا في زامبيا، لاعبين اللي لعبوا في نيجيريا، يعني كذلك هاد اللاعبين راهم لعبوا هاد المقابله ما داروش حصه وحده، بالمقابل الفريق الخصم راه 15 يوم وهو يعني في معسكر مجمع وداروا المقابله ديالهم ضد الفريق ديال اليمن. كنظن هادو اشياء يعني اللاعبين لهذا فكنشكرهم على المجهودات ديالهم، لان رغم هاد الصعوبات هذه في وسط الملعب يمكن ما كتبانش على برا، ولكن في وسط الملعب حسينا باللاعبين. راك ذكرتي واحد النقطه مهمه، يعني عندهم واحد الروح مقارنه بالنتائج اللي داروا البارحه. فذكرتوا بان المغرب يعني ما مشاش في هذا الاتجاه هذا، ما مشاش باش بالرجالات ديالو، الرجالات ديالو اللي كانوا في وسط الملعب. انا كنت كنشوف لاعبين اللي في لافاتيك كيخرج القوه من الضعف باش انه يدير داك لو روبلي، ولا باش انه يدير ميم سيغ لو بلون فونسيف العياء راه كيلعب دور. لانه كذلك سعيد لانني اضطريت انه لا اللاعب سعدان ولا اللاعب حمد الله اننا نجاريو، حتى هما كانوا لعبوا متاخرين، اننا نجاريوهم ما لعبناهمش باش اننا نوجدوهم ويكونوا جاهزين للمقابله اللي جايه. كتعرفوا اللاعب كارتي، اللاعب بن طايق، يعني اليوم يعني بزاف ديال الاشياء ما كانش يعني مثلى باش اننا نجهزوا لهذه المقابله، ومع ذلك هاد اللاعبين مشكورين على النتيجه اللي عطاونا. الحمد لله عليها. ان شاء الله لا الاشياء الايجابيه ولا السلبيه، هذه الايجابيه نحاولوا نبوفينيوها، الاشياء السلبيه نحاولوا نصلحوها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتوجهوا للمقابلات الجايه بتجهيز افضل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ف نجريوها بروح ديال الوطنيه قبل من كل شيء، غادي نجريوها باننا نبداو من الان نستعدوا المقابله، يعني اننا اللاعبين عليهم انهم يرتاحوا بطريقه جيده، عليهم انهم ياكلوا بطريقه جيده، نبداو اننا نشوفوا لي بوين فور لي بوين فيبل ديال الفريق الخصم، وفي لو جور جي اننا خصنا نكونوا جاهزين باش اننا نضربوا تمره اوفونسيفمون ديفونسيفمون، نربحوا لي دوزيام بالون، نديروا لي روبلي ديالنا، نلعبوا بروح اللي كتحمل في الدار ديالها 40 مليون مغربي، و اوفونسيفمون نكون بلوس دو كاليتي ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش اننا يوفقنا ربي اننا نسجلوا اهداف ونفوزوا بالمقابله. المقابله ما تكون سهله على غير هذه المقابله اللي فاتت وعلى غير المقابله اللي جايه من بعد. جميع المقابلات كيتربحوا في ارض الملعب، ما كيتربحوا لا من قبل ولا بالاسماء. شكرا. اولا كما قلتي، كما قال السي طارق، وكاين بعض الاسباب اللي ما كتكونوش نتوما عارفينها. كاين بعض العوامل، ولكن حنا هادشي كامل كنتفاداو، كنحاولوا اننا لما كتكون الرايه ديال البلاد والمنتخب الوطني كتحاول انك تفديه باي حاجه، كنحاولوا اننا نعطيو كل ما عندنا. اي واحد فينا كيدخل انه كيحاول انه يعطي الماكسيموم باش ان الرايه ديالنا ترفع. مباراه كما قلت لك ما كانتش سهله، الجمهور ديالنا كنشكروه اللي جا حضر وساندنا، لانه حتى هو كيعطينا واحد الحافز وواحد الدعم. الحمد لله. المهم عندنا في هذه المباراه الاولى هو اننا نحققوا 3 نقاط، واننا نحافظوا على اللاعبين ديالنا انهم يخرجوا بسلام، وانهم يكونوا جاهزين للمباراه الجايه، لانه ماشي بالسهل ان اللاعبين كيلتحقوا بعد 24 ساعه ولا 48 ساعه وبعد مباراه كيضربوا واحد المسافه طويله، وانهم يعني كاين بزاف ديال العوامل. الحمد لله فاش كتحمل القميص الوطني كتحاول انك تنسى كل شيء هادشي، وانك تدافع على رايه البلاد.